عليكم. حنا جلسنا مع سيدي باشا ودرنا هذه الوقفه هذه على حسب الفراشه وعلى حسب العاشور وعلى حسب اي حاجه كتمس التاجر اللي هو مسكين ضر من هذه الضرائب والمسائل ديالو كيخلص كل الرخص ديالو بان هذا الموسم هذا اللي تعطى بلا رخصه بلا حتى حاجه. حنا جلسنا مع سيدي الباشا وقالنا بانه غلط وداروا به شي مسؤولين ما كانش عارف هو بانه هذا الشيء غادي يوقع والحيثيه اللي كتجي مور هذا الشيء هذا شندي ما كانش عارف. عطينا حنا سيدي فرصه انه عنده 24 ساعه غادي 24 ساعه باش يدير شنو؟ باش يعالج هذا الشيء هذا ويحيد شنو غادي يزول هذا المعرض وهذا الشيء هذا. العاشور كتهضر على العاشور المعرض لا عريض حنا ما كنهضروش على العاشور، العاشور موسمي، العاشور فيه الفاكهه والقشاوش، حنا فابور الفاكهه والقشاوش الله يجيب التيسير، ولكن باش تجي سلع وحده اخرى كافه ما عندها لا جوده لا ما كيحضيوهم ما كيراقبوهم، كيجيو كيحتلوا بلاصه وياخذوا الفلوس للمدينه ويمشيو بحالهم يديوها لمدينه اخرى. حنا سيدي كنقولوا لهاد الساكنه كافه وما يجيوش نعادنا حنا سيدي يشريو وهذيك الفلوس تبقى هنا. حنا ماشي كونترا ديك الناس، خليهم اسيدي تما العام كامل دير لهم ضرائب ديالهم دير لهم رخص. حنا سيدي حنا من هذا المنبر كنقولوا شحال تما 100 جيبونا 200 محل واحد اخر، ولكن يكون بالرخصه ديالو المسائل القانونيه ديالو باش حتى هذه البلديه تستافد والمدينه تستافد، ولكن تكون منافسه مشروعه. ماشي واحد يجي بلا رخصه بلا والو ويجي حتى البلاصه اللي هي الملك الخاص ماشي غير الملك العام وياخذ بها الفلوس ويمشي. حنا راه كونطرا هذا الشيء هذا. الباشا شنو الوعيد اللي قدم لكم انتم؟ الباشا وعدنا وانه 24 ساعه غادي يزول هذا الشيء هذا، وجا الرئيس الاقليمي غادي يزول هذا المعرض وجا الرئيس الاقليمي وجا الديفيزيونير حتى هو وعدنا بانه غادي ينضم الباشا باش يعاونوا على هذا الشيء هذا. وعندهم اليوم اجتماع على حسب القول ديالهم، عندهم اليوم اجتماع على هذا الموضوع، وحنا كجمعيه ديال التجار التنسيقيه كنقولوا للناس اننا حنايا ماشي كونطرا هذا الشيء هذا، ولكن يكون هذا الشيء مقنن، ماشي حنايا يضربونا بالضرائب والمسائل وكل حاجه التابعيه ديال هذا الشيء هذا ويجي واحد يجمع الفلوس للبلاد. حنا كونطرا هذا الشيء هذا. 14 سنه هي الفوضى وقعت في البلاد هذا ودائما حنا كنطالبوا بهذا الشيء وكيقولوا لنا وعود، ولكن التطبيق ما كاينش، ما كيفعلوش هذا الشيء هذا. وعود يعني شفويه كاذبه. يعني 14 سنه وانتم كتوقعوا انه في 24 ساعه يقدروا يحلوا هذا المشكل هذا؟ دابا حنا من جينا حنا في 9 الصباح وحنا في البلديه كيتصل به كوميسير ويتصل به الناس ديال الاداره ما كيجيش حتى 3 وزياده عاد جا ما فاتنا حتى شي جمله مفيده. كيقول لك اسيدي انا غادي وغادي نزول هاد الناس هادو اللي هما ماشي قانونيين وغادي نفعل وغادي ندير، ولكن اقاويل ما كاين حتى شي حاجه. دابا هنا كاينه 5 كيلومتر وزياده ديال الفراشه هنايا الشارع الحسن الثاني ماشي قانونيين مره، ماشي قانونيين، ما عندهم لا هويه لا مقنين لا حتى شي حاجه. كيجيو من بلدان اخرى كيجيو لهنايا وكيفرشوا كيقطعوا الشوارع، ما كيدوزوا لا طوموبيلات لا مواطنين لا حتى حاجه. الجهه ديال الاتصالات تماك حظيره ولا ما عرفتش شنو كيقولوا ديال الجهه رحبه الزرع رامبوان عامر بالفراشه وبموالين الدجاج وقاطعين الشوارع وكيبيعوا تماك مسائل ممنوعه. حنا كما كنسمعوا واللي كيقولوا لنا كيبيعوا تما القرقوبي وكيبيعوا تما الحشيش وكيبيعوا راه منكر، وكيجيو يجريسيونا كيبيعوا يشريوا بالنهار ويجريسيو بالليل اغلبيه ديالهم. حنا كنسمعوا هاد الكاين هاد الشيء هذا مع الاسف لاننا كنشوفوا بان هاد السلطات المحليه ودي ما كتحركش الا تحت الضغط. حنا مع الاسف سيمانه و3 ايام و4 ايام وحنا كنجيو البلديه كنوقفوا نغوتوا تنعيه ولا اذن صاغيه، ولكن بمجرد اننا خرجنا للشارع اول خطوه بسيطه ان عرقلنا حركه السير، كل شيء كاع الفعاليات الامنيه والسلطويه وديال التنفيذ كلها حضرت باش انها تفك هذا المشكل هذا. علاش؟ عطاتنا وعد، سكتونا بوعد، حنا عطيناهم 48 ساعه، من هنا 48 ساعه غادي نشوفوا الا تحل المشكل به ونعمته، واذا ما تحلش فاحنا بيدنا عندنا واحد برنامج تصعيدي اللي غادي يبدا نهار الجمعه ان شاء الله. الا بقات هذه المسائل بحال هيدا وحنا نطلبوا الله ان السلطات المحليه توقف وتقوم بالواجب ديالها باش ما نصدقوش حنا في هذه المشاكل ديال اننا نصطدموا مع المواطنين، لان المواطنين بغينا عتام على اننا نصطدموا معاهم ونعرفوا لهم الحركه ديالهم. ولهذا فان دابا
العاشور خصو يزول اقرب وقت ممكن في هاد 48 ساعه، وهذا الشيء اللي كنقولوا نتمناو من السلطات المحليه تكون عن كامل الوعد ديالها وتبقى معنا في الكلمه ديالها.